اول يوم اكسب فلوس من التصميم، ودي تاني مهاره من سلسله زياده الدخل. جربت ابدا تعمل تصميم عادي جدا تزود بيه نسبه دخلك؟ انا بقى جربت وجايه اشارككم الطريقه دي النهارده. علشان كده عملت لكم الحلقه فيها كل انواع التصميم وكمان مصادر تتعلم منها بطريقه مجانيه. بس قبل ما نبدا في سكتش كوميدي توضيحي كمان. انا الوحيده اللي على الارض اللي بعمل الاشكال دي. مش عارفه، يمكن لو كنت في زمن تاني كان الناس تقدر مجهودي ده، ويمكن مجهودي ده كان يبقى مختلف. انا بس اللي بعمل حاجات مختلفه ومحدش حاسس بيا ابدا، بيتريقوا عليا بس. انت فعلا موهوبه ومختلفه جدا، علشان كده الآلة الزمنيه اخترتك انت بالذات تسافري معانا مين السنين. ايه ده؟ مين بيتكلم؟ اسافر؟ انا ما عنديش حاجه اسافر بيها، ما عنديش غير الجمل. يا ترى هينفع اسافر ملايين السنين بالجمل؟ لا، مش هتسافري بالجمل، انت هتسافري بالجمل. ايه ده؟ انا نفسي اتغير، كل حاجه اتغيرت. ايه ده؟ معقوله انا اللي عملت ده كله؟ يعني رسمي والاشكال اللي انا بصممها، الحاجات اللي انا بعرف اعملها بقى ليها قيمه وبقت تتشاف. شكرا يا رب ليه ان ده بقى شغلي وبقى ليا حاجه اقدر اتشاف بيها اكتر. انا بحب التصميم وبحب الاشكال، والنهارده انا بقيت اكبر مصممه في العصر الحديث بعد ما سافرت عبر الزمن. للي بيشوفني أول مرة، أنا نادرة جورج، بقدم محتوى عن زيادة الدخل وإزاي تبدأ مشروع من الصفر وتنمي مواهبك وتشتغل عليها، عشان أنا مؤمنة إن حب ما تعمل عشان تعمل ما تحب. وهنا السلسلة بتاعت زيادة الدخل، الحلقة التانية عن التصميم، إزاي يزود دخلك ونسبة عملائك اللي بتجيلك دايما، أو كمان تظهر مشروعك لأرض النور. أنا جربت الطريقة دي ونفعت معايا جدا واستفدت جدا من تصميمات بسيطة. يلا بينا نبدأ كل التفاصيل. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك للقناة ولايك كمان وكومنت للفيديو عشان يجيلكم كل جديد، ويهمني رأيكم جدا في كل الحلقات. أنا من الناس اللي كنت فاكرة إن التصميم ده للمتخصصين بس، أو الناس اللي درست حاجة تخص الرسم أو الهندسة، ولكن الموضوع طلع مختلف. طلع التصميم ده عالم كبير قوي ومليان انواع ملهاش عدد، ودلوقتي كل حاجه نقدر نتعلمها اونلاين. فانا اخترت لكم اكتر 5 انواع نقدر نتعلمهم، وكمان شخصيات ناجحه في المجال ده، وكمان مصادر للتعلم. اول نوع هو تصميم الجرافيك، وهو تحويل الافكار والمعلومات لاجزاء بصريه قويه جدا تشد الناس من اول لحظه عشان تعلن عنك او عن مشروعك. وعلشان كده بنقدم لك اقوى موقع كانفا ديزاين سكول، وهي مدرسة تعليمية لتصميم الجرافيك، وفيها كورسات مجانية وتعليمية وتطبيقات عملية. وكمان معانا أشهر شخصيتين في تصميم الجرافيك، أحمد كمال وأحمد أبو زيد. وأقوى حاجة في تصميم الجرافيك مطلوبة جدا هي تصميم الشعارات، لأن كل براند بيحتاج شعار يعبر عنه. وطبعا شركة أبل وهي أقوى شعار ملهم لينا هو التفاح المقطوع، وصاحب الشعار هو روب جانوف الأمريكي. تاني نوع هو تصميم المنتجات، وهو فن ابتكار حلول للمشكلات الحقيقية، وبيبقى فيه تصميم للشكل النهائي وبنستخدمها استخدام يومي، وده أنا بعتبره باسيف انكم، دخل سلبي. يعني أنا عملت التصميم وأطلقته وبقى سبته ينتج لوحده مبيعات ممكن توصل لمليارات، وأنا خلاص قاعد مش بعمل أي حاجة. يبقى ده دخل سلبي وانا قاعد في البيت، بعد ما عملت المنتج بتجيلي ارباحه طول العمر. جبتلكوا اقوى مصدر للتعلم في تصميم المنتجات من موقع كورسيرا، كورس جوجل يو اكس ديزاين، كورس مشهور ومعتمد. وكمان اشهر واحد في تصميم المنتجات هو جوناثان ايد، صاحب فكرة تصميم الموبايلات في شركة ابل، زي الايفون والايباد وكل الأجهزة، من الفكرة المبدئية لحد الشكل النهائي المستخدم. ثالث نوع وهو تصميم الأزياء، وهو فن ابتكار الملابس واختيارات الإكسسوارات المناسبة حسب العصر والثقافة اللي عايشين فيها، أو كمان بتخص موضة معينة وبتجمع بين الوظيفة
والجمال. وكمان اللي بيبدأ بالخياطة البسيطة ممكن يوصل يكون أشهر ستايلست زي سترة حداد لبناني. رابع نوع في التصميم هو التصميم الداخلي للمساحات، وهو فن وتخطيط وتحديد المساحات المناسبة حسب منزل، موقع، مكتب، مستشفى، أي مكان يكون مريح وجميل ومناسب للبيئة والإضاءات والألوان واختيار كل حاجة تخص بناء المكان ده. وأشهر شخصية في التصميم الداخلي هي كيلي وليستر، وجبتلكوا أقوى منصة للتعليم هي دوميستيكا، وهتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وخامس نوع هو تصميم الطباعة، وهو بيخص البوسترات أو الكروت أو التيشيرتات وأي حاجة بهدف توصيل رسالة معينة. وأشهر شخصية هي باولا شير، يعني تقريبا اسمها كده. وكمان سبتلكوا طبعا لينك موقع كورسيرا للتعلم، هتلاقوه في صندوق الوصف. انا حكيت لكم عن اكتر 5 انواع من التصميم موجوده في الماركت ومطلوبه جدا، ولكن ده مش معناه ان مفيش ملايين من التصميمات وانواع كتير جدا مطلوبه وبرضه لو بحثت هتلاقي كل حاجه ليها مصدر تعلم. وانا بصراحه بدات بابسط حاجه من التصميمات، وهي تصميم الجرافيك البسيط على كانفا، لاني حبيته جدا وحسيت انه ممكن يظهر شغلي وان هو يوصل رسالتي للعميل بتاعي. وانا فعلا كسبت فلوس من التصميمات البسيطة دي، وبعد سنة من الارهاق ومن التعب في اعلانات عن شغلي الغير منظم والغير محدد، واخيرا وصلت لتصميمات محددة تظهر شغلي واكسب من وراءها عملاء اكتر وفلوس اكتر. تصميم لإعلان لشركتي السياحية وتنظيمي للرحلات وكل التفاصيل، وإعلان لخدماتي على برنامج خمسات، وكمان مستقل وكل المواقع اللي أقدر أنزل عليها خدماتي عشان يجيلي منها عملاء أكتر. وكمان قدرت أقدم كل خدماتي اللي بعرف أعملها على برنامج خدمة من هنا بتصميم بسيط قوي علشان أوصل رسالتي للعميل على طول. وده برنامج بيقدم خدماتك بطريقة مجانية وبسيطة لفترة محدودة. وحلاوة وجمال التصميم وجذب الانتباه باستخدام خطوط معينة وألوان معينة خلى العميل يوصل له رسالة بشكل سريع ودايركت، عشان أقول للناس إن دي الحلقة ادخلوا شوفوها، إن دي الحاجة المهمة اللي أنا عاوزاكم توصلوا لها. وعشان كده في تفاعل كبير قوي على الكومنتات، وأنا عرفت إن العامل الأساسي المشترك في كل ده للنجاح هو جمال التصميم. وانا بستخدم برنامج كانفا. اكيد انا لسه في البداية، لسه في مراحل تطوير وتعليم، بذاكر حاجات اكتر وباخد كورسات اكتر عشان اوصل لمراحل متقدمة جدا اقدر اعلم بيها على شغلي اكتر. وانا عارفة ومتأكدة ان انا وصلت لبداية الطريق اللي هيكون قدامي مراحل كتيرة، كل شوية في مرحلة تطور هشارككم بيها هنا على القناة. يلا اشوفكم في حلقات جاية، باي.